السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. وحشتوني جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة جلاش سريعة جدا. لو انت مستعجلة جايلك ضيوف، عايزة تعملي عشاء سريع، الطريقة دي هتعتمديها. سريعة جدا جدا. بصوا بقى، انا عندي هنا فلفل الوان احمر اخضر اصفر، وعندي طماطم. الحشوة اللي انت عايزة تحشيها. انا عندي الكبه دي فيها السلاح ده بصراحه. ايدي ورجلي في المطبخ، يعني ما بستغناش عنه خالص. لما بحب اعمل اقطع اي خضار بقطع بالسلاح ده. ولما بحب اعمل سلطه سريعه برضو بعمل بالسلاح ده. فلو انت عندك السلاح ده يعني عندك كنز في مطبخك. في ثواني جدا قطعت الخضار كله بالطريقه اللي انت شايفاها دي. طبعا لو ما عندكيش هنقطع على ايدينا عادي، يعني احنا طول عمرنا بنقطع على ايدينا. تمام. قطعيه بقى صغير كده او قطعيه شرايح عادي زي ما بتحبي. هقطع الخضار بتاعي كله. تمام. بصوا يعني في دقيقة كنت مقطعة الخضار كله. فحلوة قوي بصراحة، لو عندك استخدميها يعني. خلاص كده الخضار عندي كله اتقطع زي ما انتم شايفين كده. طبعا كمية الخضار دي عندي كبيرة، فانا هقسمها نصين. هاخد نص اعمل بيه وصفة تانية، والنص دوت هحشي بيه. هشيل جزء كده، باقي عندي الجزء ده. انا عندي دي لحمه مفرومه معصجه، انا بجيبها واعصجها كميه مثلا كيلو او 2 كيلو، واحطها في اكياس واحطها في الفريزر تبقى جاهزه عندي للحشوات. لان انا بحب اعمل فطاير واعمل حشوات كتير يعني. طبعا اللحمه مستويه وفيها البهارات بتاعتها وفيها البصل والثوم، فيها كل حاجه. انا هزود بس هنا شويه ملح علشان خاطر الخضار اللي انا حطاه، ورشه فلفل اسود، وعندي زيتون برضو شرايح كده هحطه. شوية شطة طبعا لو بتحبيها مشطشطة، لو مش عايزة حطي بابريكا. وهنا شوية زعتر. حطي بصي البهارات اللي انت حباها حطيها، بس ما تكتريش علشان اللحمة فيها البهارات بتاعتها. تمام. هقلب بقى الحشوة كده وخلاص الحشوة عندي جاهزة في دقيقة. الجلاش بقى عندي انا هعمل صينية كبيرة، اللي هي صينية العزومات الكبيرة دي، فهحط لفتين جلاش من تحت وهحط لفتين جلاش من فوق، لان الصينية عندي كبيرة. لو انت الصينية عندك بتاعتك وسط هتحطي لفة من تحت ولفة من فوق. بصي بقى السر بقى في السرعة، ان احنا مش هنورق طبقة وبعدين ندهن زبدة وبعدين طبقة وندهن زبدة، لا احنا هنقطع الجلاش بتاعنا شرايح زي ما انت شايفاه كده. خلاص لو انت هتعملي صينيه، انا هنا بقولك ان تقطعي الطبقه دي لوحدها والطبقه دي لوحدها عشان تبقى الطبقه اللي تحت قد الطبقه اللي فوق. انا علشان هحط طبقتين تحت وطبقتين فوق لان صينيتي كبيره، فهقطع الاتنين مع بعض. خلاص انا هنا كنت بقولك لو انت هتعملي صينيه صغيره يبقى طبقه تحت وطبقه فوق. تقطعي دي لوحدها ودي لوحدها عشان تبقي ضامنه ان اللي تحت قد اللي فوق. تمام. هدهن بقى الصينية بتاعتي هنا زبدة أو سمنة، المادة الدهنية اللي بتحبي تستخدميها يعني. وما تكتريش لأن احنا لسه هنحط تاني. وخدوا بالكم في غلطة هنا أنا عملتها في الفيديو، هقولها لكم بعدين هتشوفوها لما يجي وقتها يعني. بس أنا مرضتش أحذفها من الفيديو علشان خاطر أنبهكم ليها، لأنها مهمة جدا وبتفرق في التوريق جدا جدا. أنا بس مع التصوير وكده ف يعني مركزتش، فقلت لا انا هسيبها علشان انبهكوا ليها. تمام. انا هنا بقى هحاول ان انا افرط كل الشرايط اللي انا عملتها دي علشان تبقى مورقة معايا. سريعة بسرعة بسرعة جدا. انت بتقطعي بس وتنكشي كده وبعدين تسويها في الصينية. انا هحط بقى الطبقة اللفة التانية لان الصينية عندي كبيرة زي ما انتم شايفين، مش مكفية طبق لفة واحدة مش مكفية. خلاص تمام. خلاص كده الطبقة اللي تحت عندي جاهزة. اسويها بقى كويس. خلاص تمام. انا كان عندي ضيفة اليوم ده شافتني وانا بعمل الجلاش بالطريقة دي، قالت لي ايه شرايط رمضان، زينة رمضان اللي انت بتعمليها دي، معقولة دي هتطلع جلاش؟ قلت لها اه هتشوفي في الاخر. وبصراحة انبهرت بالنتيجة يعني. انا حطيت هنا رشة زبدة او سمنة خفيفة لان انا لسه هحط تاني، وبعدين حطيت الحشوة. وزعت بقى الحشوة كده. طبعا الحشوة زي ما انت عايزة بقى، اعملي فراخ اعملي جبن اعملي خضار وجبن، بسطرمة سجق نقانق، اللي انت عايزة تعمليه اعمليه. الحشوة على ذوقك انت.
خلاص كده حطيت الحشوة بتاعتي. هحط كمان رشة جبنة موتزاريلا. طبعا انتي برضو حابة تحطي جبن، عايزة تحطي جبن ما تحطيش، براحتك، حطي رومي، حطي شيدر، زي ما انتي عايزة. خلاص كده حشيت. هبتدي بقى احط الطبقة التانية من الجلاش، برضو لفتين فوق زي ما حطيت لفتين تحت، هحط لفتين فوق. بقطع دول لوحدهم ودول لوحدهم عشان ابقى ضامنة ان الطبقة اللي تحت قد الطبقة اللي فوق. احاول بقى كده افرطه من بعضه علشان ما يبقاش مكتوم، يبقى مورق. انتظروا الغلطة في اللقطة اللي جاية. بصوا بقى، انا خلاص هنا خلصت وغطيت. الصح ان انا كنت اعمل حاجة هقول لكم عليها دلوقتي لما تيجي. انا ما انتبهتش غير بعد ما عملت الخطوة دي، فقلت لا انا هخليها عشان انبه ليها وتبقى تاخدوا بالكم منها يعني. بصوا بقى حبايبي، هنا دي التشريبة اللي انا هشربها للصينية. عندي هنا حبة بيض، وهحط كمان حليب. طبعا الصينية عندي عشان كبيرة فانا حطيت مجين من دول المجات بتاعت الشوربة، وحطيت شوية ملح وشوية فلفل اسود، وهقلب كويس. بصوا الافضل في اللقطة دي ان انتوا تضربوها في الخلاط او بالهاند بلندر عشان بياض البيض ما يبقاش فيه كتل زي ما انتوا شايفين كده. بصوا في هنا كتلة بياض بيض، انا ما بحبهاش دي، فالافضل ان انتوا تضربوها. الغلطة بقى هنا ان انا شربت الصينية بالحليب والبيض قبل ما احط المادة الدهنية. الصح ان انا احط المادة الدهنية الاول، الزبدة او السمنة، علشان الصينية تبقى مورقة معايا اكتر، كأني دهنة طبقة وطبقة. بس انا مع اللخبطة نسيت والضيفة كمان كانت واقفة معايا فنسيت، وحطيت الحليب مع البيضة وبعدين حطيت السمنة. الصح ان انا احط السمنة الاول وبعدين احط التشريبة بتاعت الحليب والبيضة عشان يبقى مورق معايا اكتر. تمام، خدوا بالكم من النقطة دي. انا ما رضيتش امسحها من الفيديو او ان انا اغير فيها علشان خاطر انبهكم ليها. تمام، خلاص هدخلها بقى الفرن في الوسط كده، واحط يعني احط الشبكة بعد الصاجة بدرجة واحدة كده، ولو ما احمرتش من فوق في الاخر هبقى اشغل لها الشواية تديها وش من فوق. اول ما اخرجها من الفرن على طول اغطيها 10 دقايق علشان تبقى طرية كده. خلاص بعد 10 دقايق هشيل بقى الغطا وابتدي ان انا اقطعها. بصوا بعد ما قطعتها كأنك مورقاها رقات رقات، ولا باين فيها شرايط ولا باين فيها اي حاجة، كأنك عاملاها راق وراق وراق. بصوا والله جميلة جدا، يعني ما تحسيش خالص ان انتي مش مورقاها طبقات طبقات. والحلو فيها انها كمان خفيفة، مش شاربة سمنة كتير او مش شاربة زبدة كتير. دي كانت الفكرة اللي انا كنت حابة اوصلها لكم النهاردة. لو انتم مستعجلين وعايزين تعملوه بسرعة بسرعة تقدروا تعملوه بالطريقة دي. بس خدوا بالكم من الغلطة اللي انا غلطتها انتم ما تغلطوهاش. تمام، ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتكون الفكرة عجبتكم. خلاص اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.